الصحراء الغربية أو يدعى إليها الأكراد والكذا. دعوا الناس تختار، أقنعوهم. هذا هو الطرح الذي أطرحه. أما الحدود أصلا كلها لا أعترف بها. يمكن الذي أتى بهذا الإشكال هو وجود بعض الخرائط اللي فيها فصل بين الصحراء الغربية والمغرب، فهذه لها سبب علمي وليس سبب سياسي. أرجو أن لا تحمل أي تحميل سياسي، وهي ليست رأيي. أنا ضد تقسيم الأمة أصلا. سببها العلمي أن احنا قاعدين نعرض لكم إحصاءات، وأنا أحب أشير إلى بعض المراجع في هذه الإحصاءات. أشرنا لكم إلى المرجع الرئيسي وهو المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية Global Competitiveness Report. هذا هو مرجع رئيسي في كثير من الإحصاءات. هناك بعض المراجع الأخرى اللي يحب يرجع لها. واحدة منها هي Shocking Global Facts. Shocking Global Facts. حقائق عالمية يعني مدهشة. فهذه واحدة. الشيء إحصائيات أخرى في مجموعة من الأطالس، هذه نماذج منها أنا جمعتها خلال سفراتي في الغرب. هذه 2011 The Atlas of Global Inequalities، الأطلس العالمي لعدم التساوي أو عدم المساواة. والمرجع الثالث رئيسي هنا اسمه The Atlas of Human Rights، أطلس حقوق الإنسان. أطلس حقوق الإنسان. هذه المراجع وغيرها كثير استعملناها في الإحصاءات، فيها جانب علمي. بس أرجو أن الأخوة في المغرب، في الجزائر، في الصحراء الغربية يعني يطولوا بالهم علي في هذه المسألة. الإحصاءات أجريت في المغرب، أجريت في الجزائر، لم تجرى الإحصاءات في الصحراء الغربية، ولذلك لم تدخل هذه في الأرقام. لو دخلت في الأرقام ستغير الأرقام، ستغير النسب بشكل كبير. فمن هذا الباب فقط، من باب علمي، أن هذا الجزء لم يدخل في الإحصاءات، فلذلك أعطيناه لون آخر فقط. لكن ليس هو موقف سياسي إطلاقا ولا موقف فكري، بل موقفنا الفكري أو موقفي الفكري على الأقل أتكلم عن نفسي أمرين.